هم الناس المسؤولة عن المنتخب الجزائري عايزين ايه من المغرب؟ احترام، وشافوا احترام، افضل فندق، افضل ملعب تدريب، استقبال افضل من رائع، تمر وورود وحليب وهم داخلين، اعلامهم مرفوعة. يبقى لازم يحترموا كل مؤسسات الدولة اللي موجودة في قلب المغرب. الناس عامله لهم فندق مخصوص، بتعاملهم معاملة آدمية ما شافوهاش في أي حتة، ولكن في الآخر يشيلوا صورة جلالة الملك من الفندق وينزلوا العلم المغربي من الفنادق. أعتقد ده موقف غير مسؤول وما ينفعش لا فيها طبطبة ولا دلع، لأن دي مؤسسات دولة، ده رمز أعلى سلطة في البلد، وبالنسبة للمغاربة شيء عظيم. وأعتقد من لأي حد محترم فلازم تدخل قوي، وبالفعل الاتحاد الأفريقي أعلن بيان قوي على بعثة الاتحاد الجزائري. احنا كنا متوقعين الموقف دوت من بعض الجمهور مش من المسؤولين، لأن طبعا الاتحاد الأفريقي كان وجه دعوة لرئيس الاتحاد الجزائري، قال له مرحبا بك في المغرب. الكلام ده من شهر لو تفتكروا، على أساس يشوف لو في حاجة مضايقاه، أي حاجة، علشان الأعمال الاستفزازية اللي دايما بيعملوها أثناء تواجدهم في البطولة، ولكن المرة دي مش هتعدي بسهولة. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. اعمل لايك، اعمل مشاركه، خليهم يشوفوا تربيه الملوك بتعمل ايه وهم بيعملوا ايه، لان اللي حصل اسلوب همجي. انا بقولها لكم، اللي حصل اسلوب همجي وما ينفعش يمر. والاتحاد الافريقي اعلن قرار وبيان شديد اللهجه على بعثه المنتخب الجزائري وعلى المسؤولين في الجزائر. بيقول لك مش عايزين ندخل السياسه في الرياضه، ونحترم مؤسسات الدولة، ونحترم الهيئات السيادية في المملكة المغربية. ما تكونش عندي وعاملك معاملة آدمية وحاطط لك فندق من أفخر الفنادق أنت نفسك مبهور فيه، وملعب لوحدك، واستقبال عظيم، وكلنا شفنا الاستقبال والأتوبيس الفاخر من الآخر اللي جايبهم وعاملهم بني آدمين، وفي الآخر يبقى ده أسلوبهم، يبقى دوت رد الجميل. إحنا مش عايزين جميل منكم، أنتوا يا أهلا وسهلا بيكم، هتلعبوا بطولتكم ومع السلامة. لا ليك دعوة بصورة جلالة الملك موجودة، لا ليك دعوة بأعلام موجودة، أنت ليك داخل الفندق، خارج الفندق، الخدمات بتاعتك، النقلة، إنك تروح تلعب، إن الجمهور بتاعك يخش يشجعك. غير كده لا ليك دعوة ايه اللي موجود، ايه اللي متعلق، لان طبعا المغاربه اللي عملوا معاك حركات استفزازيه ولا حاولوا ان يستفزوك، معزز مكرم، اعلى درجات الامن والامان موجوده، بنيه تحتيه اكثر. راهي مخلطه ونايضه الروينه في المغرب، في الفندق تاع وين راهم قاعدين ليكيب ناسيونال تاعنا. حطوا لهم التصويره تاع المحسيس وين راهم مريحين في الفندق. ايوا واش داروا ليكيب ناسيونال تاعنا؟ غطاوه. كي سقسوهم قالوا لهم على واش غطيتوا الملك ديالنا؟ قال له غطيناه على البرد، زروقي هو اللي غطاه. زروقي اول خطره دير حاجه تعجبني فيها. هم ناشرين هذه الصوره، ناشرين هذه الصوره على نطاق واسع بدون دليل، مش قال فيديو ولا بدون دليل. لو كان تقراو كميه الاستفزاز، مثلا الصنايبي السنجاب، شوفوا السنجاب واش راهو كاتب. جماعه القانونيين اللي يعرفوا يا ناس، راني نقول لكم هذا الكلب هذا راهو يهدد في امن الجزائريين، المنتخب والجمهور راهم مهددين. شوف راه كاتب، قال لك اللقيط لا يمكن ان يكون شريف، واللئيم لا يمكن ان يعترف بجميل الكريم. وشني جميل الكريم؟ وشني جميل الكريم؟ هي هكذا الثعالب، لا دين لها ولا اخلاق، سرطان افريقيا في السياسه والرياضه على سواء. احشموا ترباو، وهذه ما كاش منها الكرم. راهم جايين بدراهم المنتخب تاعنا وجاي يخلص على روحه، ماكش تخلصوا عليه. الكرم ديني لكم الكرم، مش من كرم من على الراسه تاعك. علاه راهم جايين قاعدين في لوتيل عندكم باطل، وياكلوا باطل ويشربوا باطل، يحاسبوا يخلصوا. الجهل المركب، الجهل اللي ما عندوش حدود في المروك. شنو هي الكرم؟ ما عندك حتى كرم، ما عندك ما تكرمني. الناس راحت بدراهم والله ثاني راح تخلصوا على المنتخب، تخلصوا عليه الماكله وتخلصوا عليه الشراب وتخلصوا عليه الرقاد وتخلصوا عليه النقل. يصير ميزانيه الدوله تاعنا دارت لهم الميزانيه تاعهم، يصرفوا ميزانيتهم. ما مش جايين عندكم انت تفتح له ابواب الفندق وتبلع حسك ما نسمعوش. وجاب صوره الملك ثاني اللي تحطها لنا في تحطها لي في غرفه نتاع المنتخب الجزائري، تحط لهم صوره المنكوح تاعك. علاه تحط لي الصوره تاعو؟ علاه تحط لي الصوره نتاعو؟ اذا كان غطاوها عندهم الحق، علاه تحط لي صوره نتاع واحد انايا
منكوح، على ما تحطها ليش اسي؟ الناس جايه دير في اجتماع انت ديروا الصوره تاع المنكوح تاعك، علقها في داركم. على جاي تعلقها عندي انا هنايا؟ هذه نفرضوا هذا على فرض انها واقعه صحيحه، وانا متاكد بانها واقعه غير صحيحه. حتى تخلونا حتى نبداو نقولوا لكم الكلام اللي ما يلزمش يتقال ولازم نهضروه، تقولوا على اللقطاء هذا الرد. وكل بعض الناس يقول لك ها مصطفى عليه ينفعل، عليه يزعف، عليه يطيح، شوفوا واش رايقول، شوفوا واش رايقول اسي، شوفوا سنايبي تاعهم واش رايقول دكتور في الجامعه هذا يصف الجزائريين باللقطاء بكذا على واقعه. والله لو كان جات ثابته بالك شويه ما نقولكش نعذر، ولكن اللي انا متاكد منها انها واقعه غير صحيحه، واقعه غير صحيحه ولا اساس لها من الصحه، والله ما صرات. ما يديروهاش الجزائريين، ما يديروهاش، مستحيل. نتكلم لك على الرسميين، ما يديروهاش. ناس عارفه وناس فاهمه ومتجولين العالم وراهم قاريين البروتوكول مليح وراهم فاهمين واش راهم يديروا، مستحيل يديروها. ولكن هذه الواقعه افتعلوها المراركه، افتعلوها من اجل استفزاز الجزائريين. قلت لكم شوفوا والله العظيم ما راهم رايحين يحبسوا، رايحين تشوفوا الكوارث هذه. رانا بسم الله مازال ما بديناش، هذه راه مازال كاع ما بداتش، مازال بسم الله. هذا نحطوا في المنتخب الجزائري حط، والله غير تشوفوا معاهم المرار. لو كان تشوفوا الحملات الإعلامية على الجمهور الجزائري وعلى الجزائريين في المواقع عندهم غير طبيعية وغير مألوفة. وهذه راني نقول لكم هذه راهي كامل تتسجل عند الشعب الجزائري. يعني راها كل ما تجي مبادرة قادرة تقارب ما بين الشعبين، شوفوا شكون يدير العيب الأول وشكون يبدأ بالمشاكل الأول. من المفروض رياضة كرة قدم هذه الأبواق تسكت. الأبواق تاع المضيف قالها عندكم ناس، عندكم ضياف وتظاهرة قارية كبيرة، ناس جايين يشاركوا في المنافسات، ما تستفزهم ما تقلقهم والو. خلي الرياضة تأخذ مجراها، خلوا الرياضة تمشي في مجراها. ناس يلعبوا اللعبة نتاعهم ويعاودوا يولوا لديارهم. جابوا الكاس أهلا وسهلا مبروك عليهم، ما جابوش الكاس أيضا مبروك عليهم، يرجعوا أولادنا سالمين غانمين وتبقاو انتم شادين احترامكم. ولكن هذه السلوكات اللي راكم قاعدين تديروا فيها راكم تستعدوا تزيدوا تكحلوا قلوب الجزائريين جهتكم. انا بالنسبه لي ترفع لي الارصده تاعينا، هذه السلوكات ترفع لي الارصده تاعي، باسكو الجزائريين كل يوم يزيد العدد نتاع الناس اللي يعرفوا باللي مصطفى بونيف عنده الحق. شا يقول عليهم كاع عنده الحق. ناس جاوا يلعبوا عندكم، احترموا رواحكم. الواقعه هذه نتاع الصوره انا قلت لكم نحلف والله غير داروها هما يديروا هذه السلوكات هذه وصوروها، باسكو شوف الجزائريين كاع كيديروا هذا السلوك كيما هذا بعيد الشر، كاع كيديروا والله ما يصوروا ولا ما يجاش. انا هاني نهضر لكم نعطيكم ما اعرفه على الوفود الرسميه نتاعنا احنا، سواء السياسيه او الرياضيه او الفنيه، راهم يديروا بريفينغ قبل ما يروحوا ويعرفوا البروتوكول مليح ويلتزموا مليح. انا نعرفهم والله غير يلتزموا مليح، يقرروهم كل شيء. يعني لو كان يعني على فرض، وهذه مستحيل يديرها، يشوفوا صوره الملك الله يسر عليه، ولكن على فرض انه مثلا ضايقتهم، راهم يطلبوا من اداره تاع الفندق يقولوا هذه الصوره لا تعنينا، ما يقولوهاش. انا عارف باللي والله ما على بالهم لي جوار، لا لي جوار لا الطاقم الفني لا كذا، ما كانش ناس متشبعه ومعمره راسها ماهيش داخله في هذا الجياح لعب الاطفال هذا، مش داخلين فيه. ولكن الشيء اللي راه يوقع اللي راهم يديروا فيه هما انهم يستفزوا. راهم شوف راهم هذه التغريده هذه تاع اللقيط وكذا لازم يبلغ عليها رسميا. وراه مش هذا وحده، راهم مجموعه راهم الان يكتبوا وينشروا بطرق مستفزه. الواقعه هذه نتاع تغطيه الصوره هاني نحلف لكم باللي بدايه ماهيش هذه كلش، مازال راكم رايحين تشوفوا العجب، راكم رايحين تشوفوا العجب. انا شفت في التيك توك راهم موجدين نتاع الجماجم، يعلقوا جماجم في فوق مطارق ويوروهم للجمهور الجزائري. هذه قبيله شفتها في التيك توك فيها التعلية. اذا كان هذه الاشياء اللي تستفز الجزائريين أنا نقولها لكم، إذا كملت كما هكذا لازم وزارة الرياضة تتخذ موقف تاعنا احنا، لازم تتخذ موقف. خاطر الشيء اللي قبيله أنا ثاني شفته قبيله دخلت للتيك توك مرعب، واش راهم يحضروا باش يستفزوا الجزائريين مرعب. وراهم بداو لكم بالمشكلة تاع الصورة، وراني نقول لكم باللي مازال على ضواش راهم كتبوا. انت يعني بالله عليكم هذا كلام اللقيط يمكن ان يكون شريفا. هذه توجه كلام يوجه للمنتخب الجزائري، يوجه للمنتخب الجزائري عشيه المشاركه نتاعو في كاس افريقيا للامم، باه تعرفوا بان الموضوع راه جدي ماهوش مسخر. الجمهور تاعنا اللي يتمالكوا اعصابهم، اللي تتمالكوا اعصابكم لاقصى الحدود وتاخذون حذركم، ردوا بالكم.
وهذا السلوك نتاع الصوره هاني نحلف لكم بانه من افتعالهم هم. والله غير بالك صوروها في غرفه اخرى، صوروها وغطاوها هم اللي نشروها في المواقع التواصل الاجتماعي باه يشوهوا الجزائريين ويضايقوا الجزائريين اللي هم موجودين الان. فكره انكم ضيفتونا هذه انساها المروكي، ما تزيدش تعاودها، رد بالك اتونسيون الناس تضحك عليك. سواء الجمهور او الرياضيين اللي راهم راحوا او الطاقم تاعهم هم رايحين باموالهم، اللاعبين تاعنا هم رايحين باموالهم، بالتالي فيهم الاخر في هذوك اللاعبين يشري قسام الفنادق نتاعكم كاع يشريها كامل، لاباس عليهم باموالهم، اموال الدوله تغدق عليهم بالاموال ما يشبه خلتهم، واللي جوال في رواحهم شايفين وعارفين وعارفين وفاهمين. ما يجيش واحد مروكي يقولوا كرم الضيافه، هذيك خدمتك، خدم وبلع، خدمتك انك جارسون صباح يلقاك منقي له الغرفه نتاعو، يلقاك حاط له الاكل كيما طلبه هو، تنقي وتخدم وتبلع، هذاك ما يسموهش كرم، هذاك يسموه تخدم خدمتك وبلع. اذا توكل فيهم من جيبك قول لهم كرمتكم، ماكش تكرم، راك تخدم في خدمتك وخالص عليها. تخلوهمش هذيك الكلام بلاد الكرم، نهار اللي تضيفوا وما يخلصش وما يدفعش، راهم يروحوا يقعدوا في الفندق، عندهم دي فاكتور، يرفدوا لي فاكتور، يخلصوا لي فاكتور تاعهم ويجوا. اش هذه كرم الضيافه وكرم؟ ما عندك حتى كرم. اذا راك تخلص من جيبك وراك توكل من عندك قول، راك توكل وتشرب وتبيت من عندك اهدر. شوف يا سيدي والله كرم الضيافه، كرم راني نشوف فيه مصباح، هما كرم الضيافه كانوا يسموش كرم، هذا يسموه خدمتك، يسموه خدمتك. الا راك ماكش راح تخلص عليهم قول لهم يا ودي انا ماشي راح نخلص عليكم، راكم رايحين تاكلوا وتشربوا وتقعدوا مجانا. الجهل هذا يسموه الجهل. اما واقعه الصوره بالمفروض يتفتح فيها تحقيق عندهم، حتى على بالنا بلي تحقيق شكوبي عندهم هما ثاني كاع كيف الرشام حميده واللاعب حميده في قهوه حميده، يعني راك متوقع انت راح يديروك نتائج، ولكن صوره ثابته منشوره لا تعني شيئا. هذاوي نلقى مصيبه. وشكون اللي دايرها؟ الوفد تاع التعريف الوطني الجزائري داخل الفندق المخصص لهم. على فكره نعاود لكم راكم في المملكه المغربيه، واحد اللي دخل لداره حاط لي فوتو تاع امه وخوته. انا شادني نروح نمشي لي فوتو تاع العائله، فما بالك انك انت في الفندق تاعهم، الاراضي تاعهم، السياده تاعهم، صوره الملك المغربي يديروا كيما شوف هذا استفزاز غير مقبول نهائيا. سورتو في المساس بالملك والمؤسسه الملكيه. صوره ملك المغرب محمد السادس موجوده في الفندق كما موجوده في كل الفنادق والمؤسسات الرياضيه، باسكو في دوله المغرب. هذا يخالف القانون المغربي لانه يعتبر مناس المؤسسه الملكيه والملك نفسه ويعاقب عليها القانون. المفروض انه تعرف كاين خطوط حمراء لا تستطيع ان تتجاوزها كي تروح لاي دوله. كاين دول مثلا تقول لك صوالح تقدر ديرهم في بلادك، انا ما نديرهمش. كما مثلا تضرب ولدك في بلادك